السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسفة للتأخير، ودي ان شاء الله تكون اخر مرة. ويلا بينا كده مع بعض نشوف معانا ايه النهاردة وهنعمل ايه. النهاردة كده معايا كيلو من البرغل. ده ان شاء الله هنعمل كبيبة تخزين رمضان بمشيئة ربنا. زي ما انتوا كده شايفين انا غسلته غسلة حلوة، وكبيت عليه كوباية مية سخنة وقلبته وغطيته حبة وسبته. طبعا طري وشرب المية وتمام كده. هنزل عليه بالبهارات بابريكا ومرقة فورية وبصل بودر وملح طبعا وفلفل والسبع بهارات. وهنزل عليه ب3 كوبايات من سميط البسبوسة، بس اللي هو ايه، السايب مش الكياس، عشان السايب ما بيبقاش فيه عليه اي اضافات ولا سكر ولا جوز هند ولا اي حاجة. وهاجي كده بعد ما اقلبهم تقليبة كويسة بدأت افرمهم في الكبة. لو ما عندكيش كبة عادي ممكن تعجنيهم عجنة حلوة كده بايديكي، مفيش اي مشكلة. وزي ما انت كده شايفة لما العجينة تتلم وتبقى حتة واحدة في الكبة كده، معناتها ان ايه، ان العجينة بتاعتي بقت كويسة. تمام. يلا كده نحضر. انا خلصت الكمية كلها ونحضر ايه الحشوة بتاعت الكبيبة. هنا انا معايا زي ما بوريكم كده، انا اللي بعد ما عجنتها او فرمتها في الكبة، كورتها وخليتها كور ودهنتها بحبة زيت علشان ما تنشفش. انا معايا بصل ونص كيلو من اللحمة المفرومة وبصل حوالي 3-4 بصلات مفرومين، وبرده 3-4 جزرات. وعندي فول سوداني، المفروض بيتحط مكسرات غير المكسرات اللي هي ايه، فول سوداني، بس انا حبيت ان انا اضيف لها فول سوداني. تمام. وزي ما انتوا كده شايفين انا حطيت طاسة على النار ونزلت باللحمة، حطيت حبة زيت ونزلت باللحمة. انت عندك زبدة ممكن تستخدمي، عندك سمنة ممكن تستخدمي، بس انا ايه، نزلت عليها بحبة من الزيت. اديتها تقليبة لحد ما يغير اللون بتاعها. وبعد كده هنزل بباقي المكونات بتاعتي. زي ما انتوا كده شايفين انا بقى بديها تقليبة كده كويسة. والبوتاجاز بتاعي كان يعني ايه نازله عليه زيت وكده مكان القلية، وبيت يعني انا وشغالة بمسح فيه. وكده انا نزلت بالبصل وحطيت على البصل طبعا ملح وحبة مرقة فورية، برضو مرقة لحمة. تمام. وهنا عندي الفول حطيت له سنة زيت وبديله تشويحة زي ما انتوا كده شايفين اهو. وهنا نزلت بالجزر وبديها تقليبة حلوة كده، بحيث ايه الجزر معايا يدخل في السوا. بعدين نقلب فيها كويس. بصوا كده يا حبايبي، لو حابين انزل بالاكلات كلها يوميا، بكل يعني اللي بعمله في البيت، قولولي وانا على طول هنزل بيه، بحيث ان انا اي حاجة اعملها اقول لكم عليها على طول او انزلها لكم في فيديو على طول. تمام. انا كده اديت تحميصة للفول كده وشلته، وهو نزلت بيه في الطاسة بتاعتي، بحيث ان الجزر والفول بيضاعف معايا الكمية، بحيث ان انا عاملة طبعا كيلو برغل و3 كوبايات من سميط البسبوسة. ده هيصب معايا الكمية ما يوازي حتى 3 كيلو. زي ما انتوا كده شايفين انا بدأت احشي وبلم كده الحبات الكبيبة بايدي وبعملها على شكل الكمثرى اهو. زي ما انتوا كده شايفين انا هنا عملت كمية بنفس الطريقة اللي انا بحشي بيها.
اهو. وخلصت الكمية دي كلها، بس انا مرضيتش اطول معاكم في الفيديو بحيث ايه ما يعني ما تتضايقوش مني. اهو دي نفس الطريقة بتاعت لفة الكوبيبة. وبعد كده بعد ما بخلصها بحب بفرزها بحطها في التلاجة مع حبة مكرونة وحبة سلطة ماشي، مع شوية رز بطريقة الكبسة ماشي. يعني سواء كده ولا كده يمشي الحال. زي ما انتوا كده شايفين اهو. انا هنا ايه يعني بطأت الفيديو شوية بحيث ان ايه تشوفوا الطريقة بتاعتي ان انا وشغالة فيها. سهلة جدا بسيطة، يعني في يعني ايه بنات بتبقى مبتدئة ما بتعرفش تلفها. زي ما انتوا كده شايفين اهو. صلوا على رسول الله واستغفروا ربنا كتير اهو. وكل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة رمضان، واحنا كده في شعبان، ورمضان الشهر الجاي ان شاء الله يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، بوسعان الرزق والصحة وراحة البال يا رب. زي ما انتوا كده شايفين انا كده ايه قربت اخلص اهو. من دلوقتي ورايح على طول هنزل بالفيديوهات بتاعتي وهوريكم هنعمل ايه مع بعض كتير. خلاص كده ان شاء الله ربنا يقدرني وانزل بالفيديوهات كل يوم كده، ومش يعني مش هبطل الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله. معلش هي ظروف كده بتعدي على الواحد وحبة اكتئاب، وربنا يبعد عنينا اي حاجة وحشة يا رب. الايام اللي فاتت دي ما كانتش يعني كويسة بالمرة، بس الحمد لله اهي ايام بتعدي وخلاص. زي ما انتوا كده شايفين انا حابة يعني الحتة دي بالذات لان قبل كده عملتها، وفي كذا حد قال لي انت بتعمليها ازاي وبتلفيها ازاي اهو. سهلة جدا على فكرة، وطريقتها سهلة وبسيطة. وكل اللي انا حطيته في البرغل مرقة فورية وبصل بودر وبابريكا وملح وفلفل واللي حابب يحط بصل من اللي هو البصل بتاعنا اللي بنفرموه واحدة ولا اتنين في الكبة مش مشكلة، يعني سواء دي او دي يعني يمشي الاتنين. زي ما انتوا كده شايفين اهو. يعني سواء البصل البودرة يمشي، سواء البصل اللي هو الني بتاعنا ده اللي بنحمصه في الزيت يمشي، سواء كده او كده يمشي. بس لا يعني انا ايه استخفيت موضوع اللي هو البصل البودرة، بحيث ان البصل الاخضر يعني ما بيظبطش كده معايا، بيعمل لي حرقان وكده في معدتي اهو. زي ما انتوا كده شايفين. وهاجي هنا خلصت الكمية طبعا معاكم، وهاجي هنا ايه هوريكم هقلي كام حباية من غير ما احطها في التلاجة ترتاح ولا في الفريزر ولا اي حاجة، هي ماسكة نفسيها وزي الفل. واللي مش عاوز مثلا يتسحر فول وجبنة والكلام ده يقلي مثلا كام حباية كوبيبة مع طبق مكرونة وطبق سلطة، بتبقى السحور جميل جدا. وزي ما انتوا كده شايفين اهو، وما بياخدش برضو وقت معانا في السوا، بس طبعا تهدي النار علشان تاخد راحتها في السوا بتاعها. طبعا انا كنت شغالة هو الولاد بياخدوا مني ويسحبوا ويقلوا. زي ما انتوا شايفين كده اهو. شوفوا المنظر شكلها جميل جدا وطعمها تحفة روعة بجد ملهاش حل.
وادي الكمية اللي صبتها لي، يعني ايه اللي حطيتها لي كيلو البرغل، دي الكمية اللي حطها. وانا مكبراها على فكرة، مش عاملاها صغيرة، انا عاملاها كبيرة. واهي شكلها. انا هنا بس ايه لسه عليها حبة في التحمير، وزي ما انتوا كده شايفين، وما شاء الله عليها جميلة جدا وتحفة. مع حبة سلطة، حبة رز، تمشي الحال. مع مكرونة تمشي. وادي الحشو بتاعها شكله جميل جدا وتحفة. ولو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.